السلام حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد لاستيوس، طريقه البنات، طريقه لتغطيه الشيب، التذكير. هذا الفيديو هذا انا ما قلت لكمش في انني غنقدم لكم صباغه اللي غتصبغ لكم الشعر ديالكم وغتغير لكم لون الشعر ديالكم. انا فقط البنات في هذا الفيديو غادي نقدم لكم استيوس، طريقه اللي انا جربتها شخصيا وعطاتني واحد النتيجه وبغيت نبارطاجيها معكم. كاع الوصفات الطبيعيه اللي انا كنجرب كتعطيني واحد النتيجه زوينه، كنبغي نبارطاجي معكم وانا فرحانه، لانني كنبغي دائما في الفيديوهات ديالي تكون المصداقيه. اقسم بالله البنات هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم انا جربتها شخصيا وتفاجأت من النتيجة ديالها. إذا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك إلا عجبكم الفيديو، خليو لي التعليقات الزوينة ديالكم والاستفسارات ديالكم اللي كنجاوب عليها. البنات اللي باقي ما انضموش للقناة ينضموا للقناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد. إذا على بركة الله، بسم الله. هاد الوصفة هادي أو هاد لاستيوس هادي اللي غادي نقدم لكم اليوم غنحتاجو فيها القهوة. غتاخدو ليا قهوة سريعة الذوبان. كما كتعرفوا القهوة باللون ديالها الغامق راه كتساعد البنات على مع المداومة كتعطي للشيب واحد اللون غامق، وكتخلصك نهائيا من الشيب مع المداومة، كتصبغ ليك الشيب ديالك. ولكن البنات الا بقيتو كداوموا عليها، هاد الطريقة هادي نعطيكم اليوم الا بقيتو كداوموا عليها راه غتعطيكم واحد النتيجة زوينة. إذا غناخد واحد الملعقة من قهوة سريعة الذوبان. هنايا وضعتها في واحد الكاسرول لأنني غادي نوضع المكونات من بعد فوق النار، وغادي نضيف واحد الملعقة ديال الكاكاو عفوا. خذوا الكاكاو المر الأسود، غادي تاخدوا واحد الملعقة، وغنضيفوا طبعا النشا الغني عن التعريف. النشا راه كيعطي واحد لابغيونس واحد الرطوبة للشعر ديالنا. هاد النواشف كاملة اللي وضعت أنا في هاد الإناء غادي نخلطها مزيان، ثم غادي نضيف القهوة. هاد القهوة اللي كتشوفوا أنا حضرتها سابقا، غتاخدوا القهوة وغتغليوها في الماء، من بعد غتصفيوها وغتعطيكم هاد المحلول هذا. غادي نشد هاد الكاس القهوة وغادي نخلط به هاد النواشف كلها. غادي نخلطوا المكونات مزيان لان النشا كيتحبب لينا باش ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال النشا. غادي نخلطوا مزيان المكونات، من بعد غادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نوضعوه فوق نار هادئه حتى يعقد. غادي تبقاو تحركوا في الخليط حتى يعقد لينا الخليط ويعطينا هاد لا تكستور هادي كما كتشوفوا. هنا غادي نطفي على الخليط وغادي نخليه حتى يبرد. من بعد البنات غادي نشد هاد الخليط هذا وغادي نوضعو في واحد الاناء، والوصفه ديالنا ها هي جاهزه. كما كتشوفوا ها هي الوصفه، شوفوا لا كولور كي دايره، لا كولور غزاله. هاد الوصفه هذه البنات كما قلت لكم انا غادي هي عباره عن استيوس باش نغطيو بها الشيب اللي يظهر لينا في مقدمه الراس، في الجوانب، في الوسط ديال الشعر ديالنا. هاد الوصفه هذه او هاد لاستيوس هذه ما غاديش تطبقوها على الشعر كامل، لان كما قلت لكم هي ماشي صباغه. انا اليوم ما عطيتكمش صباغه. الصباغة إلا بغيتو الصباغة راه كتضيفوا على هاد ممكن أنكم إلا بغيتو تصبغوا الشعر ديالكم ممكن أنكم هاد المكونات هادي تضيفوا لها الحنة. راه البنات إلا ما ضفتوش الحنة لأي مكونات طبيعية راه ما يمكنش تصبغ لكم الشعر ديالكم. الصباغة عندها جوج ديال صباغة الشعر عندها جوج ديال الطرق، إما كتديري الحنة للشعر ديالك، إما كديري صباغة كيميائية. أما باش تقولي أنك تاخدي مثلا القهوة وتضيفي عليها بعض المكونات وتصبغي وتقولي انك غتصبغي الشعر ديالك، راه هادشي كله راه غير كذوب. يعني راه ما يمكنش لينا نصبغوا الشعر ديالنا فقط بالقهوه. المهم غادي ندوزو للطريقه. ها نتوما كما كتشوفوا ها هي الوصفه جاهزه عندنا. ندوزو دابا للطريقه. الطريقه راه سهله. غتاخدي هاد الخليط هذا وغتوضعيه فقط على البلايص اللي فيهم الشيب، البلايص اللي نابت لكم اللي ظهر لك فيهم الشيب. غادي تطبقي هاد الوصفه هذه وغادي تخليها تقريبا واحد نصف ساعه، وغادي من بعد غادي تغسليها فقط بالماء. ما ديري لا شامبان، ما تغسلي الشعر ديالك لا والو. وغداومي غتحتفظي ببقيه الخليط، الغد الليل تاني غتعاودي تاني ديري هاد الوصفه هذه يوميا. يوميا ملي تنوضي في الصباح، ما تكوني ما غاديش تخرجي، تكوني يعني غتكوني جالسه غير في الدار، غادي تطبقي هاد الوصفه هذه. راه هاد
المكونات، هاد الخلطة اللي عطيتكم أنا راه تقدر تبقى ليكم، يعني كل مرة ديري شوية لمدة أسبوع، كل مرة ديري هاد الخلطة هادي على البلايص اللي فيهم الشيب، ومن بعد تغسليهم بالماء. داوموا ليا البنات على هاد لاستيوس هادي، داوموا عليها تقريبا لمدة 3 أسابيع، 3 أسابيع حتى 4 الأسابيع، ولكن يوميًا، ما تأكلوش البنات، يوميًا، وكونوا أكيدين غادي تعجبكم النتيجة. غتلقاو بأن الشيب بدا تيغمق ليكم وبدا تيعطيكم واحد اللون غامق، وما غيبقاش يظهر لكم الشيب ديالكم. عاوتاني من تسالي ليك هاديك الكميه اللي انت حضرتي، عاودي كميه اخرى، ودائما بقاي ديري هاد الوصفه هادي فقط على البلايص اللي فيهم الشيب. مع المده قلت لكم البنات، اقسم بالله راه مع المده غادي تلاحظوا بان الشيب بدا يغمق لكم وعطاكم داك اللون البني الغامق. كنتمنى البنات هاد الوصفه هادي ديروها وطبقوها كما قلت لكم، وان شاء الله غتعطيكم نتيجه زوينه. انا كنعاود نقولها لكم البنات، انا اليوم في هذا الفيديو ما عطيتكمش صباغه، انا عطيتكم استيوس، طريقه باش تغطيو بها الشيب. يعني هاد الوصفه هادي ما غتطبقوهاش على الشعر ديالكم كامل، فقط غتبقاو يوميا البنات ما تاكسوش، غتبقاو تطبقوها على البلايص اللي فيهم الشيب. اقسم بالله البنات وعن تجربه، راه غادي تغطى لكم الشيب، غيتلون لكم وغيعطيكم داك اللون البني الغامق. يعني مع المده ما غيبقاش يبان لكم داك الشيء في الشعر ديالكم. عندي لكم البنات واحد الطريقه ثانيه انا غادي نقولها لكم، صراحه حتى هي استيوس. بما ان اليوم جبت لكم فيديو خاص بطريقه لتغطيه الشيب، غنعطيكم واحد الطريقه البنات اللي غترحموا لي عليها الوالدين. هاد الطريقه ما غيسمعوها غير البنات اللي بقاو كيتفرجوا حتى نهايه الفيديو. كان عليا نديرها من الاول لان بزاف ديال المشاهدين ما كيتفرجوش ليا في الفيديو كامل. غادي تاخدي ليا القرنفل، غتاخدي القرنفل وغادي توضعيه فوق النار حتى يتغلق ليه اللون ديالو. غادي ديري نار هادئه وغادي ديري القرنفل وغادي تحطيه فوق النار حتى يتغمق ليه اللون ديالو. هاد لاستيوس البنات غديروها بالنسبه للبنات اللي بغاو عندهم شي مناسبه، ولا بغاو يغطيو، المهم بغاو يغطيو الشيب ديالهم وما عندهمش الوقت فين انهم يلاه يصبغوا، يلاه ينتظروا تيصبغوا الشعر ديالهم. هذه غير طريقه بسيطه. وغتاخدي لي داك القرنفل، والقرنفل كما هو معروف راه كنلونوا به الحواجب. غتاخدي هذاك القرنفل اللي انت حطيتيه فوق النار حتى يعني بدا كيعطي داك الحموم ديالو، ومن بعد غادي تلوني به، غتصبغي به دوك البليصات اللي فيهم الشيب. هاد الطريقه راه غتنفع البنات اللي عندهم الشيب قليل في مقدمه الراس وفي الجوانب ديال الشعر. غادي تاخذوا ليا داك القرنفل وغتبقاو تلونوا به داك البلايص اللي نايض لكم فيها الشيب. وملي ان شاء الله ملي غديروا هاد الطريقه هادي، ملي غادي تشوفوا راسكم في المرايه غتلقاو بان هذيك كلشي داك الشيب اللي نتوما درتو فيه داك القرنفل اللي صبغتو به بالقرنفل غتغطى ليكم. هاد لاستيوس انا يعني بزاف البنات كنصحهم بها. كيديروها ملي الا كنتي مثلا عندك واحد اللي بغيتي تخرجي ولا ضيقك داك الشيب انت براسك ما بغيتيش تشوفي داك الشيب، يعني كتبقاي ديري هاد لاستيوس كديريها. وراه القرنفل حتى هو مع المده راه كيغمق اللون ديال الشيء. كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون عجبكم. خليو لي لايك، انضموا للقناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.